حاولت نجيب ونشارككم ونقسمكم واحد الطابلو عندي من اهم التحف، من اهم الطابلوات اللي عندي في الخط العربي، وهو كما كتشوفوا هذا الطابلو اللي هو تقريبا عنده واحد 80 سنه. هذه اللوحه اللي هي مرسومه اللي هي بالخط المغربي، الخط القندوسي. وحنا كنعرفوا ان الخط القندوسي انه كانوا المغاربه انه مشهور في المغرب، الخط القندوسي المغربي، وخاصه ان كنا كنعرفوا بان كانوا والدينا وكبرنا في الديور، في جميع الديور كانت اسم الله اللي كانت بديك الطريقه ديال الخط القندوسي. هذا القندوسي وهو الجزائري جاء المغرب سنه 1828، استقر بمدينه فاس، كان كيبيع الاعشاب، كان صوفي، كان رجل متدين، وكان له واحد الخط اللي هو جميل. وحاول هذا القندوسي اللي هو محمد بن القاسم القندوسي حاول انه يبتكر واحد الخط في كتابه المصاحف، في نسخ المصاحف كذلك. وهذا الخط اللي تسمى بالخط القندوسي اللي هو تميز فيه، اللي تعرف فيه في المغرب. هذا الخط القندوسي اللي هو كان أبهر به وأعجب به الملك المغرب آنذاك السلطان مولاي سليمان. وطبعا محمد بن القاسم القندوسي انه يكتب القران الكريم بهذا الخط القندوسي في 12 مجلد، اللي هي كاين هذا المصحف كاين دابا في الخزانه الحسنيه. طبعا انا اللي الجميل واللي بغيت نشارك المشاهدين الاعزاء في هذا الطابلو اللي هو كيعد تحفه. هذا الطابلو انا شفت واحد العدد ديال اللوحات في الخط العربي، الخط المغربي، سواء في الشرق او في هذا، خاصه في المغرب. انا تقريبا هذا كيعد احسن واجمل طابلو اللي شافته عيني، واللي هو كيعد من اللوحات العزيزه على قلبي. هنا كنشوفوا في هذه اللوحه اللي هي تقريبا فيها 80 على 60